بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية. وزارة الدفاع الجزائرية ما خرجاتش على القاعدة ديال نهار الأربعاء. البارح مساء خرجوا بلاغ كيقول لك بأنه في منطقة غنامة ولاية بشار الناحية العسكرية الثالثة، كيقول لك بأنه راه الجيش ديالهم أنه طلق النار، قتل 3 ديال المغاربة أبرياء سماهم مهربين، واعتقل مغربي 3 ديال المغاربة رحمهم الله، ووقف مغربي رابع. هنا كيقول لك الجيش وحرس الحدود والجمارك، ها التناقضات هنا بدات في هذه الروايه. قال لك انهم حاولوا يستغلوا الظروف المناخيه للقيام باعمال اجراميه، سماوهم بحال هكا. قال لك راه شدوا معهم الكيف وبندقيه الصيد ومنظار ميدان وهواتف نقاله. هذه الروايه ديالهم، هذه الروايه ديال وزاره الدفاع. وقال لك سيدي بانه هذا الشيء داخل في اطار تامين الحدود. هنا اولا كاين تناقضات في هذه المساله، تناقضات، لان هذه هنايا منطقه اولا العلاقات مقطوعه. ملي كتكون العلاقات مقطوعه حتى شنو اين الجمارك؟ شكون هاد الجمارك؟ علاقات مقطوعه، واش كاينه شي ممرات شي معابر فيها جمارك؟ هذا تناقض. واش كاين شي جمارك كتكون الا كانت الحدود مفتوحه، او حتى ما كانش توتر مثلا، ولا كانت الحدود مفتوحه. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، كيهضروا على الحدود، كيردوا الحدود بزاف. الحدود وحنا كنعرفوا بانه حنا عندنا في الدستور ديالنا الحدود الحقه، مازال ما كايناش الحدود، كاينه في واحد المسافه صغيره ما كاينش حدود. حتى ديك الاتفاقيات اللي كيهضروا عليها سقطات لانهم هما التزموش، والسبب هو غار داكشي ديال غار جبيلات. وهنا غنرجع ليه لان هذا الشيء متصادف مع هذاك الشيء اللي وقع، لان كاينه احداث في الجزائر غريبه شويه. كاينه واحد الاحداث غريبه شويه هي كتجمع باش تعطينا واحد الماده نديروا تحليل ليها. تناقضات كثيره هنا. من بعد كيقول لك حنا بغينا نعرفوا اشنو وراء هذه المساله. اولا هذا حادث جريمه ارتكبها العسكر الجزائري، هذه الاولى. ها هي هنا النقطه الثانيه، المنطقه اللي ترتكب فيها هذا الشيء هذا داخله في اطار الصحراء الشرقيه المحتله اللي هي ديالنا، واللي الان نايض عليها صداع. وشنا واحد اللي هو هذاك الاقتصادي ديالهم راه غير ضمنيا شارط شي حوايج، قال ضمنيا قال راه كاينه امور جيوسياسيه وكذا، داوه غبروه هنا. ثم ان في هذه الروايه الجيش كيقول الحدود هنا بغى يخلق حادث حدودي، وهنا ما كاينش حدود كما قلنا، بغى يخلق منه حادث حدودي هنا. ثم النقطه الثالثه انها رساله الى المغرب، ورساله ديال المساله اللي عليها نقاش ديال الحوار وديال المفاوضات وغيرها. اش كيقول لك هنا؟ كيقول لك هنا رساله راه ما كايناش على القطيعه الدبلوماسيه. كيقول لك راه ما كاينش على القطيعه الدبلوماسيه، راه وما كاينش الخارجيه، وما كايناش الرئاسه عندهم، هما كاين عسكر. كيقولها مباشره هنا. وشنا الصراعات اللي كاينه بيناتهم. كيقول لك هنا راه ما عندهم العسكر. كيقول لك مثلا تبون وعطاف وداك الشيء كله راه ما كاينش، راه كاين شنقريحه والمجموعه. هذا بهذه القضيه، لان العسكر هنا خرج بمعنى انه الجزائر
هذه النقطه الرابعه كتعامل مع المغرب. شكون اللي شاد الملف؟ هو النظام العسكري، هو اللي شاد، العسكر هو اللي شاد، ما كاينش دبلوماسيه، ما كايناش. ملي اعلن هذا معروفه انه اللي جا اي رئيس جا عندهم كيقول ليه عندك ملف ديال المغرب غيبقى عند العسكر، ما كان لا عند بوتفليقه لا عند تبون لا عند اللي قبل منه. المساله الاخرى انه نلاحظوا واحد المساله ونرجعوا لقضيه السرديات. الا كتذكروا كنا كنقولوا كل اربعه، شوفوا شحال من اللي قطعوا العلاقات، كل الاربعه كيجيو كيقول لك اودي راه حنا كنا كنتسناو احنا نهار الاربعاء كيقول لك الاربعاء راه حنا وقفنا شي حاجه داخله من المغرب الكيف كذا. ديما كل الاربعاء راه كانت ولات عاديه لعقلتو بانه كنقولوها، بقاو غاديين كيراكموا في هذيك السرديات. دابا دازوا العمليه ديال القتل كاع هنايا، هي انا واضحه هنايا. وهذه المساله موجهه لمن؟ موجهه للداخل الجزائري، موجهه ليه لان الوضعيه عندهم صعيبه. النظام العسكري موجه للداخل، اي حاجه كيديرها علاش دار بلاغ ديال وزاره الدفاع، موجه للداخل الجزائري بالدرجه الاولى. وحنا كيوجهوا لنا رساله بان العسكر ما كاين لا تبو لا طاف لا والو، كاين العسكر هنايا. خاصه انه هذه المره كاين ضغط امريكي عليهم، وراه غاديين في واحد الاتجاه انا غنرجع عليه بالتفصيل. راه مشاو باش انهم يرونوا الوضعيه ويبقاو كيماطلوا. شنو غيديروا؟ غادي يديروا تعديل دستوري وغيديروا فيه مجلس انتقالي. السبب هو هاد المساله ديال الهروب من كل شيء، ما يحضروا المفاوضات، ما يديروا حوار، هذا الشيء كامل السبب ديالو هو هذا. وهذا الشيء دابا حنا كيخدموا عليه لداخلهم اكثر. النقطه السادسه، راه كاينه مؤشرات ديال الحرب. واخا البعض ما غاديش يقبل هذه القضيه، يقول لك كتبالغ. راه هنا اولا منذ مده كاين الكثير من المعلومات تقول بانهم كيديروا ترتيبات، راه كنا هضرنا عليها، كيبنيو قواعد، كيديروا واحد المجموعه الاخرى كلها في الغرب ديالهم، هما كيديروا هاد المسائل هذه في بالشعر في تيندوف، كيديروا هاد الحوايج كامله. ثم هنا راه كيشيروا للمنطقه العسكريه الثالثه ديما كيجي منها الصداع، هي اللي كان فيها شنقريح وغيرهم. هذه مؤشرات بان الجزائر كتوجد النظام العسكري كيعرف راسو غيغرق. ملي غيغرق كيوجد السيناريو ديال الحرب. يقول لك البعض يقول لي انا كنفكر، راه اللي كيفكر في السلم كيفكر في الحرب، جوج حوايج. هذا نظام عسكري بهذه الطريقه. علاش؟ لانه ملي كنهضروا على بشار وغيرها، كنرجع انا شويه للتاريخ. الكتابات او ما كتبه خالد نزار يقول بانه في 1984 لما عرفوا بان المغرب بدا في تشييد الجدار الامني انذاك، انهم وضعوا السيناريو ديال الحرب، وضعوه انذاك في هذه المنطقه ديال بشار وغيرها. وضعوا سيناريو، وان السيناريو تعرض على الشاذلي بن جديد اللي جاء انذاك، ولكن من بعد ما كملش فيه. اذا هنا ديما هذيك المنطقه عندها واحد الدلاله ديالها، عرفوها كيبداو من تم ان هذا هو الوضع اللي كاين الان. اذا هذا احد المؤشرات، خاصه كاينه معلومات كثيره ديال التسلح، ديال الاستعداد، ديال القواعد وغيرها. اذا هذه هنا مقدمه، مؤشرات، لان هذا النظام كما قلنا اخر ورقه اللي غيلعب، اللي غيكثر عليه الضغط، اخر ورقه اللي غيلعب هي غيقلب على شي مواجهه. وراه قلت بانه كان عندهم ديما السيناريوهات، السيناريوهات ديما كيوضعوها. رحنا حدا واحد النظام مجنون طائش، نظام عسكري، قلنا النفسيه ديالو كيديرها، حللناها سيكولوجيا باش غادي يحكم دوك الجزائريين، خاصه انه كل شيء داكشي عندهم راب الداخل. لا لاحظتوا بقات لا اسطوره المليون شهيد، لا هم يحزنون، كلشي راب. اذا اش غيبقى لهم بالنسبه لهم؟ عندهم العدو الكلاسيكي هو
في المغرب. هذا احد المؤشرات.